سنة 1987 معمر القذافي غادي يقرر يصفيها للملك الحسن الثاني بالتعاون مع منظمة أبو نضار، واللي الاسم ديالو هو صبري خليل البنا، واللي معروف عليه بأنه جندي مرتزق. قول ليه الاسم اللي باغي يقتل عطيه الفلوس وتهنى. القذافي عنده الفلوس كالروز، تفاهم معاه وقال لي غادي تمشي للمغرب وغادي تغتال الملك الحسن الثاني. سنة 87 أرسل سلاح إلى المغرب. الملك الحسن في له طريق إجباري يومي من القصر، يخرج بجانب فندق هيلتون. في هناك غابة على اليمين وشارع رئيسي هذا ممر يومي للملك الحسن. فوضع 7 كلاشينات، وضع 2 RPG، يعني في الناحية هذه من الشارع والناحية هذه، وقنابل وكذا. وكانت العملية ووضعت في الغابة، وكانت العملية تستهدف توقيف الموكب بالRPG، يعني مقادر الRPG فجر السيارة المصفحة، ثم بالكلاشينات التكملة. وجرى تعاون في هذه المسألة مع يعني الطرف من المعارضة المغربية في ذلك الوقت اللي إلها علاقة بليبيا، يعني في التخطيط وكذا. لكن السلاح وصل عبر الليبيين، عبر الطيران الليبي، والسلاح سلم لجماعة أبو نضال يعني وخزن، ثم يعني فيما بعد أيضا لنفس السبب يعني وقفت بسبب احتمالية ردة الفعل المغربية. ردة الفعل زائد في مرحلة من المراحل جرى صفقات بين المغرب وبين النظام الليبي، تسليم عمر المحيشي مثلا. وبالفعل غادي يطبقوا هذه المحاولة، ولكن غادي تكون محاولة فاشلة. وتيقولوا بأن الأشخاص اللي وجدوا السلاح في الطريق باش يديروا محاولة اغتيال انسحبوا حتى لآخر اللحظات خوفا من الرد العنيف تجاه ليبيا. والملك الحسن الثاني كنت سمع للرأي ديال أوفقير، كان غادي يكون معمر القذافي مشتت في سماء موريتانيا. بعد ما طائرة القذافي كانت غادة في اتجاه موريتانيا، جاء أوفقير عند الملك حسن الثاني رحمه الله وقال لي أشبال لي كنرسل واحد المقاتلة من نوع F5 تضرب طائرة القذافي ونتهنوا منه. والملك حسن الثاني قال أوفقير واش انت حمق؟ Une petite anecdote qui sera très intéressante et qui pourra peut-être encore une fois démontrer le fair play du Maroc à l'égard de ceux qui veulent absolument être contre lui. C'était au moment de ma tournée dans le sud et je me trouvais à Agadir et Oufkir me dit tiens, il y a le président Kadhafi qui va se rendre à Nouakchott et seulement je pouvais savoir son plan de vol. Qu'est-ce que vous penseriez si on lui envoyait un F5, lui rentrer dedans en plein désert et revenir? والسؤال علاش القذافي كان تيكره الملك الحسن الثاني؟ وشنو الحاجة اللي دار الحسن الثاني باش معمر القذافي قرر يغتال الحسن الثاني؟ وعلاش القذافي ما كانش تيحمل اي نظام ملكي كيف ما كان، وكان باغي كاع الدول تولي جمهوريات ديمقراطية؟ وشنو السبب اللي خلاه يدعم بوليزاريو بالمال والسلاح؟ وشكون فيهم الظالم وشكون المظلوم؟ وشكون اللي بغى يغتال الاخر؟ واش بصح الملك حسن الثاني سب القذافي وسماه بالحمق والزنديق؟ واش بصح القذافي دبر الانقلاب اللي وقع في المغرب؟ وباش نجاوبوا على هاد الاسئله خلينا نبداو من الاول باش تفهموا القضيه مزيان، حيت هاد الحقد جاي من تراكم احداث كثيره. شوف ليك شي بلاصه فيها الكالم وعيش معايا القصه. ولا عجبك المحتوى ما تنساش لايك وشي تعليق زوين. ولا كنتي اول مره تشاهد القناه اشترك فيها وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. ونبداو على بركة الله. العقيد معمر القذافي دار انقلاب على الملك السنوسي، وتعتبر واحد من أسهل الانقلابات ومن أنجح الانقلابات في تاريخ العالم العربي. ومن بعد من ولا القذافي هو الرئيس ديال ليبيا، ولا التوجيه الملكية بحال شي حاجة قديمة ومبقاش تيحمل أي نظام ملكي. وهذا الشيء اللي غادي يسعى ليه ويخسر فلوس صحيحة باش النظام الملكي يحيد من الدول العربية خصوصا ومن العالمية عموما. ولات عنده فوبيا من الملكية. اي واحد كان تيخطط لشي انقلاب في شي مملكة تلقى القذافي مدعمه
ومن بين الممالك اللي ساهموا وأراد الإطاحة بالملكية فيها هي المملكة المغربية في عهد الحسن الثاني رحمه الله. ولكن اللي ما عارفش قدافي بأنه من الصعب الإطاحة بالمملكة المغربية اللي دامت قرون وقرون، وماشي غير اجي واغتال الملك حسن الثاني. وهذا الشيء اللي كان مخلي العلاقة ديال الحسن الثاني والقذافي في توتر دائم. سنة 1961 غادي تولى الملك حسن الثاني الحكم بعد وفاة السلطان محمد الخامس، وغادي يكمل المسيرة ديال الأب ديالو وديال جدودو على الدفاع على المملكة المغربية. وفي سنة 1969 غادي يبان واحد الكولونيل ليبي اللي هو معمر القذافي، وغادي يدير انقلاب ناجح على الملك الليبي دريس السنوسي، وغادا تسقط الملكية في ليبيا وغادا تولي نظام جمهوري. ولكن ماشي داك النظام اللي تنعرفو في جميع الدول أن الرئيس تيتبدل كل 4 سنوات، لا، قذافي بغا يكون الزعيم الليبي مدى الحياة ويقدر يورثها للأبناء ديالو. والقذافي داخل بهدف وطموح آخر اللي هو يحيد جميع الأنظمة الملكية بالدول العربية ويولي هو الزعيم ديالهم كاملين. وهذا الشيء اللي ما تيقبلو حتى واحد بعقله وما عمرو غادي يكون. ولكن هذا هو الحلم ديال القذافي اللي غادي يبقى متشبت بيه وغادي يحاول باش يحققه. وهذا الشيء اللي خلى جميع الحكام ديال الدول العربية يكون عندهم مشكل مع القذافي. ومن بين الحكام الملك حسن الثاني رحمه الله اللي القذافي سعى جاهدا باش يطيحو ويدير ليه مشاكل في الدولة. كان تيدعم الانقلابيين والمعارضة وجبهة بوليساريو، المهم يطيح الملكية في المغرب. وهذا الشيء اللي خلى القذافي مع الملك حسن الثاني تكون بيناتهم مشاكل كثيرة. وطبعا البداية كانت من عند القذافي اللي كان ديما في الخطابات ديالو تيهاجم الأنظمة الملكية وتيقول عليهم بأنهم متخلفين ورجعيين، ومن حد دول باقا تعتمد على الأنظمة الملكية ما عمرنا غادي نزيدو القدام. ولكن الوقت اللي غادي تكبر فيه الخصومة وتبان العلن هي في سنة 1969. كانت انعقدت القمة العربية في واحدة من الممالك العربية واللي هي المملكة المغربية، ومن طبيعة الحال ليبيا ضروري غادي تكون حاضرة لأنها عضو في هذه القمة. وبالفعل جا القذافي الرباط باش يشارك في القمة العربية، ومن يوصل كان باين عليه ما مرتاحش، كان تيعلق ويحاول ينقص من المملكة المغربية بجميع تدخلاته. وتيقولوا فاش كانوا الزعماء العرب يتسناو افتتاح القمة العربية غادي يجي رئيس الديوان الملكي عند الحسن الثاني ويبوس ليه يدو ويقول ليه بأن القمة جاهزة للافتتاح. وهنا القذافي ما عجبوش هاد التصرف وعلق عليه وقال كيفاش غادي نتقدموا حنا العرب وباقي شي أنظمة تعتمد على تقبيل اليدين، وحاول يستهزأ بالبروتوكول المغربي. والقذافي فاش كان تياخد كلمة ما كانش تتخرج من فمه كلمة مالك، فاش تيبغي يوجه كلامه للملك حسن الثاني ولا الملك فيصل ولا جميع الملوك تيقول الأخ الحسن أو الأخ فيصل. وبالفعل الملك حسن الثاني لاحظ هادشي، وحتى في المذكرات ديالو قال بأن القذافي باقي ناقص في الخطابات ديالو وما تيفرقش ما بين الرئيس والوزير والملك. وفي هذيك 3 أيام ديال القمة العربية دازت بحال شي حرب مفتوحة ما بين الملوك. والقذافي من بعد 3 سنوات على هذه القمة اللي دازت كاملة اتهامات من القذافي الحسن الثاني، غادا تجي سنة 1972 العام اللي تعرض فيه الملك حسن الثاني لأخطر محاولة انقلاب في تاريخ المغرب واللي معروفة بانقلاب البوينت، اللي الفيديو ديالو راه كاين في القناة وغادي نخلي لكم في رابط الوصف. وفي نفس هذا النهار غادي يتصل الرئيس الجزائري الهواري بومدين بالملك حسن الثاني باش يطمئن عليه، وغادي يقول ليه بانني جاني اتصال من عند القذافي وطلب مني باش نخلي السرب ديال الطائرات يمر في الاجواء الجزائريه باش يدعم بهم المدبرين ديال المحاوله الانقلابيه للاطاحه بالملكيه بالمغرب. والقذافي تيصحاب ليه بان الملك حسن الثاني توفى والانقلاب نجح، والرئيس الجزائري رفض هذا الشيء تماما. القذافي غادي يلقي كلمة في واحد المؤتمر عام وغادي يطاول على الملك حسن الثاني وغادي يقول ملوك العرب مجانين وغريب الأطوار، وعطى مثال بالملك الأردن الحسين بن طلال وملك المغرب الحسن الثاني. وهذا الشيء اللي غادي يخلي العلاقات المغربية الليبية تدخل في توتر جديد وصراع آخر. ومعروف على القذافي بأنه متكبر ومتعجرف، وكان صرح واحد دبلوماسي ليبي عبد الرحمن شلغم أن القذافي كان ديما باغي يبان واعر قدام ملوك ورؤساء الدول. وتيقول شلغم أن في واحد المناسبة كان حضر فيها الملك الحسن الثاني وولي العهد أنذاك محمد السادس. القذافي كان تينادي على محمد السادس بكلمة أولدي، ما كاين لا أمير لا ولي العهد، حيت القذافي ديما تيتجنب الكلمات اللي عندها علاقة بالملك.
ولكن بالرغم من هذا الشيء كامل وهذا الصراع بين الحسن الثاني والقذافي، كان ديما القذافي تيدعم المغرب في قضية الصحراء لإنهاء الاستعمار الإسباني. وبالضبط سنة 1974 وفي القمة العربية غادي يعلن القذافي الدعم ديالو للمغرب باش تطرد الاستعمار الإسباني من الصحراء ديالها. والرئيس بومدين حتى هو بنفسه في نفس القمة غادي يعلن بأنه تيدعم تحرير كل جزء من التراب الوطني المغربي من يد المستعمر الإسباني، وقال أن النزاع حول الصحراء هو ملف يخص المغرب وموريتانيا. وفي سنة 1975 فاش قرر الملك حسن الثاني ينظم المسيرة الخضراء، قام الملك بدعوة جميع الملوك والرؤساء وزعماء العرب باش يشاركوا رمزيا في هذه المسيرة. حينها قرر الملك باش يركبهم في واحد الكاميو ويجيب بهم دورة، وهذا الشيء كان مفاجأة للعالم. كيفاش رئيس بحال صدام والملك فيصل والملك حسين بن طلال وحافظ الأسد أنهم يجلسوا مع بعضهم البعض في كاميو؟ والقذافي دعم هذه المسيرة وارسل رسالة للملك حسن الثاني وقال لي بأنني غادي نحضر مع وفد ليبي في صيفتي توريد وأنا تندعم هذا القرار. ولكن الحسن الثاني ما ردش عليه، الشيء اللي غادي يخلي القذافي يغضب وبشدة. وبعد مرور سنوات وبالضبط سنة 1984 كانت العلاقة تحسنات بين البلدين، وغادي يسول القذافي الحسن الثاني على هذه المسألة، قال لي علاش مخليتينيش نحضر لهذه المسيرة. حسن الثاني قال لي غادي نسولك واحد السؤال، كون خليتك تحضر معانا والوقت اللي طالبت اكثر من 350 ألف شخص على التوقف والرجوع، واش كنتي غادي تكون في صف؟ قذافي قال لي لا، مستحيل انني نتراجع في موقف بحال هذا. وهنا قال لي الملك يورا على هذا الشيء ما خليتك تحضر معايا في المسيرة الخضراء. وبعد نجاح المسيرة الخضراء واسترجاع الصحراء المغربية من الاستعمار الإسباني، قذافي وبومدين غادي يتقلبوا للحسن الثاني. بعد ما كانوا من المؤيدين لمغربية الصحراء غادي يرجعوا الداعمين الأوائل ديال بوليزاريو، بل هما اللي صنعوها ودعموها بالسلاح وبالمال باش تدخل في حرب ضد المغرب. والقذافي تعتبر الأب الروحي ديال بوليزاريو والداعم الأول ديالهم. وربما غادي تسائلوا تقولوا علاش القذافي غير الرأي ديالو بهذا السرعة، وشنو الهدف ديالو من دعم بوليزاريو؟ والسبب الحقيقي ماشي هو القذافي تيكره الحسن الثاني، لا، السبب هو القذافي كان باغي يستولي على الصحراء المغربية ويربط مشكل اقتطاع الفرنسيين لاقتطاع أراضي ليبية وضمها الجزائر أيام الاستعمار، وهاد الأراضي تعتبر غنية بالنفط. ومن بعد ما يسيطر على الصحراء المغربية من خلال بوليزاريو يبدا يساوم بها الفرنسيين والإسبان باش يردوا ليه الأراضي اللي اقتطعوا ليه أيام الاستعمار. وغادي يستمر القذافي بدعم بوليزاريو لسنوات بالمال والسلاح، وهذا الشيء اللي زاد عمق التوتر ما بين المغرب وليبيا. وهنا غادي يقرر الملك العبقري الحسن الثاني وغادي يفاجئ كل شيء ويقرر يدخل في اتحاد مع ليبيا. وهنا كل شيء تصدم، كيفاش ملك عبقري وديمقراطي يتحد مع متخلف بحال معمر القذافي؟ ولكن من بعد غادي يتضح لهم انها كانت خطة ذكية من عند الحسن الثاني، حيث المغرب في ذاك الوقت كان منعزل افريقيا بعد ما كانت متحدة موريتانيا مع الجزائر وتونس في تحالف ثلاثي. وهنا المغرب اتحد مع ليبيا لسبب واحد، هو يغير الموقف ديال القذافي في اتجاه البوليزاريو. وبالفعل داكشي اللي كان، وغادي يتراجع على دعم بوليزاريو وغادي يوقع التزام بانه ما غاديش يبقى يدعم بوليزاريو. ولكن هذا الشيء ما كانش فابور، ليبيا كان عندها شروط، ومن بين الشروط هو تسليم المعارض الليبي عمر البحيشي اللي كان بغى يدير انقلاب على القذافي، ولكن الانقلاب فشل وهرب البحيشي لمصر، من ثم طلب اللجوء سياسي في المغرب. ولكن المغرب باش يخلي القذافي محايد وما يدعمش بوليزاريو غادي ترغم وسلم ليهم عمر البحيشي، وهذا الشيء اللي جاب لي انتقادات كثيره. ولكن كما تيقولوا للضروره احكام. ولكن هذا الاتحاد المغربي ما غاديش يطول، حيث الملك حسن الثاني غادي يستقبل الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز، والقذافي اعتبرها خيانه عظمى للامه العربيه. وهنا فين غضب القذافي وقرر يصفيها الملك حسن الثاني كما قلت لكم في مقدمه الفيديو. وفي سنة 1988 كانت القمة العربية في الجزائر. معمر القذافي جا لابس ليغاس أو قفازات بيضين باش ما يوسخش يديه من يسلم على كيف ما سماهم هو الخونة العرب ملوك ورؤساء، وكان تيقصد الملك حسن الثاني والملك حسين. ولكن العداوة ما طولاتش تاني بين الملك والعقيد معمر القذافي، حيث في سنة 1989 غادا تكون مفاجأة كبيرة اللي هي تأسيس اتحاد المغرب العربي في مدينة مراكش.
ورجعت العلاقة مع ليبيا جيدة ولكن مع كثير من الحذر.